السلام عليكم ورحمة الله. معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. بقالنا اسبوع منقطعين عن الساحة وعن التصوير وعن كل حاجة. طبعا سامعين صوتي شوية برد كده والحمد لله عدوا بخير وسلام. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي وادعي لي دعوة حلوة من قلبك، وانزل اكتب لي كومنت تحت يشجعني ويدعمني، خليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. فكرة الفيديو باختصار، في ناس بحب اتابع الفيديوهات بتاعتها، ففي حد بيعمل زي مقارنات برضو في الاكل وريفيوهات وبيجرب وحاجات كده يعني. المهم شفت فيديو غريب ليه بيجرب في الفيديو منتجات اصلي والمنتجات التقليد بتاعتها، تمام. فالمهم جه عند حاجة وقفت واستفزتني جدا، وقلت ازاي هو اختار الحاجة دي. ايه هي بقى؟ هو كان بيقارن البيبسي مع السبورت كولا، السبورت كولا اللي هي بتاعت زمان، حلو. وقال ان السبورت كولا احلى من البيبسي. ازاي؟ انا مش عارف. فالصراحة الموضوع ده استفزني جدا، وبقيت بسأل اصحابي واسأل الناس اللي قابلها انتوا ايه رأيكم انهي الاحلى؟ فطبعا كله يقول لي البيبسي. ادخل على الفيديو الاقي معظم الكومنتات بتقول ان السبورت كولا احلى. ازاي؟ انا مش عارف. فهنا كان لازم وقفة. طبعا احنا مش هنتفرج ومش هنسمع لكلام الناس، فقلت احنا هنجيب البيبسي ونجيب السبورت كولا، ودي تبقى مقارنة الرجوع من البرد بقى، من اي حاجة، تمام. فيلا بينا نجرب كده ونشوف انهي اللي هيطلع طعمها فعلا احسن. ومعانا ادي البيبسي، تمام، عليها ربع لتر هدية. وادي السبورت كولا بتاعت زمان، فاكرينها دي؟ كان بتبقى في ازاز كده وشغل عالي. وكمان معانا كوبايتين عشان يبقى كله شبه بعض بالظبط، تمام كده. ودي ازازتين مقفولين، دي سعرها عامل 15 جنيه، ودي سعرها عامل 11 جنيه. وهو قال ان السبورت كولا دي احلى من البيبسي دي. ازاي؟ الله اعلم، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. طبعا الفيديو ده معلش سامحوني هيبقى قصير، بس ده كده ايه، فيديو تحفيزي عشان اعمل فيديوهات تانية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك على الفيديو. لو انت اول مره تتفرج عليا انزل دلوقتي حالا، عايزك تكسر زرار الاشتراك تحت، انا مش عايز اشوفه تاني، تمام. اشتركوا في القناه بقى، خلينا نعمل فيديوهات حلوه. اكتبوا لي كومنتات تحت حلوه لو في منتجات معينه عايزين نجربها او فيديوهات معينه عايزين نعملها. ويلا بينا ندخل على الفيديو. نفتح دي كده. لسه مقفوله اهي، ما فتحتهاش عشان ايه؟ تبقى التجربه زي ما هو عملها بالظبط. فضي دي كده. طبعا باين جدا ان الستيم بتاعها عالي. تعالوا نفتح السبورت كولا. الفرق بتاع الستيم باين، يعني ان هنا الستيم اقل شوية. لو احنا هنقارن اللون فهو اللون، يعني مفيش اختلاف في اللون. تعالوا بقى نبدأ بالبيبسي ونبدأ ونقول بسم الله. بيبسي طعمه عادي، بيبسي عادي، بس بحس لما بيحطوا فيها الربع لتر الزيادة دي الستيم بتاعها بيبقى قليل. تعالوا ندخل بقى على السبورت كولا، وعايز اقول لكم ان انا بقالي زمن اصلا ما جربتهاش. تعالوا ندوق ونقول بسم الله. طب بصوا بقى، هنا في حاجة غريبة. هنا السكريات مكتوبة ان هي في السبورت كولا مكتوبة ان هي 5 جرام، وهنا في البيبسي مكتوبة ان هي 11 جرام. وطعم السبورت كسكر موجود اكتر من طعم البيبسي، يعني في السبورت تحس السكر اعلى من البيبسي. بصوا بقى عشان هي مقارنة صعبة جدا، السبورت كولا طعمها مسكر اكتر من البيبسي، انما الستيم بتاع البيبسي اعلى من السبورت كولا. طب احنا في الاخر هنختار ايه؟ انا بالنسبة لي هختار البيبسي، تمام. لو احنا هنقارن قيمة مقابل سعر هنختار السبورت كولا، لان دي سعرها 11 جنيه ودي سعرها 15 جنيه. طبعا هو مش فرق في السعر كبير،
بس انا عن نفسي شايف البيبسي احلى. يعني بصوا بقالنا قد ايه هنا الستيم شغال اهو، الغازات عماله تطلع تمام، هنا يعتبر خلص. ف ما ينفعش. انا مش عارف هو اختار دي على اساس ايه. هو تقريبا اختار دي، وعلى فكرة قناة كبيرة مش قناة صغيرة. هو اختار دي تقريبا على اساس الحنين الى الماضي. دي كانت مقارنة سريعة كده. لو عجبك الفيديو حط لايك وقول لي انت بتحب انهي، اكتب لي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.